السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كيف نتوما؟ مزيانين ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم لطيفه بازه. رجعت معكم هذا النهار بواحد الفيديو ان شاء الله يجبركم في احسن الاحوال يا ربي. نهار جديد وفيديو جديد. هاد النهار نصاوب معكم واحد الكيك كيجي رائع غزال هشيش طري. شوفوا البنات كيفاش كيطيح لي من الفرشيطه، تيجي واعر واعر البنات وساهل واقتصادي وكيوجد في اقل وقت. خليكم معايا وندوزو الطريقة والتحضير، ما تمشيو فين بلا ما نطول عليكم. عندي هنا واحد 3 ديال البيضات، وعندي جوج اكياس ديال الساشي ديال جوج ديال الساشيات ديال سكر الفانيلا، عفوا قبصه ديال الملحه اللي تعدل بالذوق، وكاس ديال السكر. وغنطرب هادشي غير بالخلاط اليدوي. تقدروا ديروه في المونينيكس، تقدروا تخلطوه الطرب الكهربائي، حيت دغيا دغيا كيوجد البنات وكيجي رائع غزال غزال وما فيش مكونات كتار. صافي دابا من يخلط ديك المكونات غنبقى نزيد الزيت شويه بشويه. عندي كاس ديال الزيت، وانا كنخلط. صافي من بعد دابا هنايا عندي واحد الكاس ديال القهوه معصر باقي سخون طايب، وكنبقى ندير شويه بشويه وانا كنخلط. هذا هو السر باش كيجي ديك الكيكه هشيش ورطب، كيجي غزال. ومذاق القهوه يا سلام، واحد الريحه طالعه غزاله غزاله كتشهي كتشهي قبل ما نطيبوه وناكلوه، صراحه غزال. صافي دابا من بعد ما درت داك الكاس ديال القهوه، غادي ندير الدقيق ديالي. انا كنعبر غير بالمعلقه، انا نقول لكم شحال خدا معايا ديال الدقيق. هادو ما درت 6 ديال المعلقات، ولكن مازال غادي نزيدو. صافي هنايا كندير جوج ديال الساشي ديال الكاكاو المور. وكنزيد وكندير جوج ديال الساشيات ديال الخميره كيماويه بيكنج باودر، جوج ساشي. 8 غرام يعني، مع كل المجموع 16 غرام. وغادي نخلط. هذا الكيك دغيا كيوجد في الفران وفي هذيك وفي المقادير ديالو، ما كياخذش وقت.
غادي دابا نزيد الدقيق، خدا معايا البنات 10 ديال المعالقات ديال الدقيق، ما يعادل 2 كيسان ديال العنبه. صافي القوام هو هذا اللي حصلت عليه. والدقيق البنات كيبقى كيختلف من نوعيه لنوعيه، يقدر تاخدو ديرو قل مني، تقدر ديرو تزيدو كثر مني. هادشي اللي كاين. والقوام ديالو كيجي بحال هكا باش كيجي هشاش ورطب. دابا غادي نزيدو غنزيد واحد عفوا 2 معالق ديال الخل ديال التفاح. انا كندير الخل ديال التفاح كيعجبني، نتوما ديروا اي خل عندكم. صافي وغادي نخلط وصافي وغادي ندير الكيك ديالي. صافي هو القوام ديالي اللي حصلت عليه هو هذا، وكيجي زوين البنات. ما بقاش نشكر لكم فيه حتى تجربوه وعاد ردوا عليا وقولوا لي كيفاش جاكم. ودابا صافي غادي نخوي في هذا المول، درتو دهنتو بالزبده والدقيق وخويت فيه الخليط ديالي وغندخل الفران 30 دقيقه تيكون واجد. ولكن كل واحد والفران ديالو، كل واحد وشحال كيدوز الوقت ديال الكيك ديالو. هذا ما كان. المهم غير كنتشاركوا مع بعضياتنا وما كنبغيش انا نغيب عليكم. هادشي اللي كاين. هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. اللي وصلت معايا حتى لهنا ما تنسانيش واحد اللايك، دعم القناه واشتراك باش يوصلكم جديد اللي عجبكم المحتوى اكيد، وشي تعليق ديالكم زوين. وشكرا على المشاهده ديالكم ليا. ها هو الكيك ديالي من بعد ما طاب وخرجته من الفران. غادي نتقوا شويه بهاد العويدات ديال اللي كنديروا فيهم الشوا ولا ديال ولا الكوردو ولا اي حاجه، واخا غير راس الفرشيطه، وكنتقوه باش كنسقيوه. انا صوبت عاوتاني غنسقيه بالقهوه، حيت الكيك كله قهوه. لعشاق القهوه تيجي غزال هاد الكيك. عندي هنايا كما قلت لكم من القهوه، وزيت معاها واحد الساشي ديال الكاكاو المر، وزيت معاها واحد المعلقه ديال الشكلاط ديال الدهن، نتيلا ولا اي شكلاط ديال الدهن عندكم. صافي هذا ما كان. باش وسقيته وجا رائع البنات. ودابا ساليته غادي ندردر عليه شويه ديال السكر كلاصي وصافي. هذا هو الكيك ديالي ونقدموه بالصحه والراحه. شوفوا كيفاش كيجي رائع البنات، رائع غزال غزال. داك السقوه ديالو دخلت لداخل وسقيته وجا اشفنجي ورطب وغزال. المهم مابقاش نشكر لكم حتى تجربوها البنات. السلام عليكم. هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم. كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ومع السلامه الى فيديو جاي ان شاء الله.